اهلا بكم في قناة حلو وحادق مع مريم. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم فخفخينة او كوكتيل على طريقة المحلات في 5 دقايق. ايوه 5 دقايق وبس. هتاكلي احلى حاجة حلوة، وكمان بتشتريها بالغالي من برا. فهقولك على الطريقة وازاي تعملها طبقات بالشكل ده. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا. معايا هنا موز، ومعايا عصير جوافة، وعصير مانجا، وعصير فراولة، ومعايا هنا قطع من الفراولة. تمام. ولو عندك كيوي حطي، او عندك جوافة حطي براحتك خالص، زي ما انت عايزة اعملي. تمام. هشيل الحاجة بس كده من قدامي، وهنشوف هنرتب ازاي وهنعمله طبقات. اول حاجة بجيب الكوباية بتاعتي وبحط فيها فراولة، وبحط هنا فراولة في الكوباية. شوف الترتيب اللي انت عايزاه، ممكن تبدأي بالموز الاول او تبدأي بالمانجا الاول براحتك، بس انا دايما بحب ابتدي بالفراولة. تمام. العصير بتاعك هنا لازم يكون عصير تقيل، لو خفيف مش هيعمل معاكي طبقات وهيسقط منك. وبعدين هنا انا بضيف العصير بتاعي بالمعلقة. شايفين تخين ازاي؟ لازم طبعا علشان يعمل معاكي الطبقات اللي انت عايزاها. اظن مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده. وبعدين هحط هنا موز، اي تقطيع انت عايزة تقطعيه براحتك. وبعد كده بضيف عصير الجوافة. لو حابة تضربيها بلبن او تضيفي لها معلقة لبن بودرة يبقى تمام قوي، بتعزز الطعم معاكي. واخر حاجه بضيفها طبقه المانجا. المانجا دي انا كنت مفرزاها معاكم، شايفين شكلها ما تغيرش معايا خالص ولا حتى طعمها. لو عايزين الفيديو ادخلوا شوفوه، هو موجود على القناه عندي. لو حابه تحطي الطبقه الاخيره من الفراوله براحتك خالص، ده حسب ذوقك. شايفين الطبقات جميله جدا. نعمل واحده تانية مع بعض. نجيب كوبايه تانية ونحط الفراوله، وبعد كده نضيف العصير، ونضيف قطع من الموز او قطع من الكيوي حسب المتوفر عندك. وبضيف الجوافة بتاعتي هنا. لو انت حابة تغيري وتحطي مانجا مفيش مشكلة خالص. وبقطع موز. على فكرة لازم هنا تكون في كل طبقة فيها فاكهة علشان تشيل معاكي العصير. تمام. وبعد كده بحط المانجا بتاعتي، والكوباية التانية دي هعمل فيها طبقة من الفراولة. المفروض ان انا كنت قللت الطبقات علشان احط طبقة من الفراولة وهي الطبقة الاخيرة، لكن هعمل واحدة بس، مش هعمل كله بالفراولة. انا بحب تكون الطبقة الاخيرة من المانجا. احط الكوبايات بتاعتي على جنب، وهفضل اكرر لحد ما اوصل للكمية اللي انا عايزاها. اظن مفيش اجمل من كده. ليه بقى نروح نشتريها بالغالي ونكلف نفسنا؟ وطبعا انتوا عارفين ان كل حاجة دلوقتي غالية، فحاولي توفري على قد ما تقدري وما تحرميش نفسك. يعني مش كل حاجة بتجيبها من بره. يعني انت لو عندك مثلا فراولة مفرزاها، وعندك المانجا تمام، وعندك كمان الجوافة، فمش هنحتاج غير الموز بس. وبكده عملنا احلى كوكتيل بالمكونات كلها في البيت. ايه اللي جبناه بقى من بره؟ حتى لو مش موجودة عندك كل حاجة، لو انت حابة تعمليه هتجيبي من كل حاجة كمية قليلة. وبكده عملتي احلى حاجة حلوة في البيت. مهما كان غالي مش هيبقى بنفس التمن اللي هتجيبي بيه من بره. انا هخلص الكمية وارجع لكم. انا خلصت الكمية بتاعتي تمام كده، وهحط عليها شرايح من الموز وشرايح من الفراولة. لو حابة تعمل الخطوة دي براحتك، لو مش عايزاها خلاص استغنى عنها. شايفين شكله جميل قد ايه؟ جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا. انا هخلص تزيين وهرجع لكم. اوعوا تروحوا في اي حتة، استنوني. وده الشكل النهائي للكوكتيل بتاعنا، خطير جدا. شايفين جميل قد ايه؟ يلا قومي شجعي واعمليه، وحاجة جميلة جدا في رمضان ومرطبة على القلب.
وبكده خلص الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد.